رسميا كأس العالم تفوز بميسي وتنتهي العقدة، ويثبت أفضليته التاريخية على باقي اللاعبين في تاريخ كرة القدم. بعد مشوار بطولي وبطولة للتاريخ بالنسبة لميسي ورفاقه، أخيرا القدر يمنح ميسي حقه الكروي، وتنتهي العقدة الكروية لميسي مع كأس العالم، ليظهر الآن من جلباب مارادونا ويرتاح من المقارنات التاريخية مع مارادونا. فهذا الشعب العظيم كان في انتظار ميسي ليجيب لهم الكأس الغائبة عن راقص التانغو لأكثر من 30 سنة، حيث آخر مرة حضرت الكأس في سنة 1986. فقد غزا الشعب الأرجنتيني دولة قطر بحضور أكثر من 100 ألف مشجع أرجنتيني من أجل مؤازرة ميسي ورفاقه. وقد حطم ميسي عدة أرقام قياسية في هذا المونديال، ومن أهم هذه الأرقام ما يلي: ميسي ينفرد بالرقم القياسي لعدد المباريات في تاريخ كأس العالم ب 26 مباراة، متفوقا على لوثر ماتيوس ب 25 مباراة. ويعتبر ميسي أكثر لاعب حصولا على جائزة رجل المباراة في نسخة واحدة في تاريخ المونديال برصيد 5 مرات. وأصبح ميسي الهداف التاريخي لمنتخب الأرجنتين في تاريخ كأس العالم برصيد 13 هدفا متجاوزا باتيستوتا. وأصبح ميسي أول لاعب في تاريخ كأس العالم يتوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة مرتين، سنة 2014 و2022. وأصبح ميسي أكثر لاعب مساهمة في الأهداف في تاريخ كأس العالم برصيد 21 مساهمة موزعة على 13 هدف و8 تمريرات حاسمة. وحمل ميسي اللقب العالمي بالزي التقليدي العربي القطري، ألا وهو البشت القطري على الطريقة العربية الأصيلة. وقد احتفل الأسطورة ميسي بالكأس العالمية رفقة زوجته أنطونيلا وأولاده الثلاثة، ومع عائلته أي أبيه وأمه وإخوانه. وبهذا التتويج أثبت ليونيل ميسي أفضليته الساحقة عن بقية اللاعبين، وأنه الرقم 1 في تاريخ كرة القدم العالمية ولا مجال للمقارنات. وقد صرح ميسي عدة تصريحات، من أهمها: لقد عانينا في هذه البطولة كثيرا، ولكن الآن يمكننا أن ننتظر لنكون في الأرجنتين لنرى مدى جنون تحقيقنا للقب. هذه هي البطولة التي أردتها طوال حياتي، لقد كانت حلما بالنسبة لي منذ الطفولة. لن أعتزل اللعب الدولي، أريد أن أستمر في اللعب كبطل. ما حدث جنوني، كنت أرغب بتحقيق هذا اللقب بشدة، لقد شعرت بأننا سنحقق اللقب، الآن علينا الاستمتاع باللقب. والآن يستطيع ميسي التوقف عن ممارسة كرة القدم، لأنه ختم علم كرة القدم من جميع النواحي ببساطة. وبات الآن ميسي على بعد لقبين من تجاوز داني ألفيش كأكثر اللاعبين تتويجا بالألقاب العالمية برصيد 42 لقبا. والآن بات الحديث قائم عن الكرة الذهبية الثامنة، فلا يفصلها عن معشوقها ميسي سوى أشهر قليلة وينار ميسي يحملها. فشكرا يا ميسي على كل تلك السنين التي جعلتنا نستمتع بك أنت وبكرة القدم، والقادم أفضل.